أهلا بيكم في إدارة FM على أعلى موجة، البودكاست اللي بنتكلم فيه عن الإدارة والشغل والنجاح بطريقة بسيطة خفيفة ومن قلب الواقع. وفي كل حلقة هناخد كتاب جامد نقرأ فيه ونقول لكم أحلى ما فيه، سواء كنت لسه بادئ في الشغل أو ماسك فريق أو حتى بتدور على طريقة تدير بيها يومك. إحنا هنا علشان نساعدك تتعلم وتطور من نفسك خطوة بخطوة. فيلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. النهاردة هنتكلم عن ملخص لكتاب مهم قوي ومؤثر، العادات السبع للناس الأكثر فعالية للدكتور ستيفن كوفي. هنحاول كده ناخد أهم الأفكار اللي ممكن تساعد أي حد يطور نفسه ويزود فعاليته. بالظبط، والكتاب ده مش مجرد نصايح وخلاص، لا، هو بيرسم رحلة تطور للشخصية. بنبدأ معتمدين على غيرنا وبعدين بنوصل للاستقلالية، والمرحلة الأعلى بقى هي الاعتماد المتبادل، التعاون بجد. طيب جميل، قبل ما ندخل في العادات السبع ممكن نفهم الأول يعني إيه عادة زي ما الكتاب بيقصدها؟ أصلا كلمة بنستخدمها كتير بس يمكن بمعاني مختلفة. تمام، كوفي بيقول العادة هي يعني نقطة التقاء بين 3 حاجات. أول حاجة المعرفة، تبقى عارف تعمل إيه، والأهم ليه بتعمله. تاني حاجة المهارة، إزاي تعمله صح. والرغبة؟ والتالتة هي الرغبة، الدافع بقى، الحماس إنك عايز تعمل الحاجة دي فعلا. لما ال3 دول بيتجمعوا، أي فعل ممكن يتحول لعادة حقيقية ومؤثرة في حياتك. تمام قوي. طيب الكتاب بيقسمهم ل7 عادات ورا بعض. خلينا نمسك أول 3 اللي هم بيركزوا على الشخص نفسه، اللي سماهم الانتصار الشخصي. العادة الأولى، كن مبادراً. يعني إيه دي بالظبط؟ ببساطة يعني أنت اللي سايق، أنت اللي بتقود حياتك، بدل ما تبقى رد فعل للي بيحصل لك أو لكلام الناس وترمي اللوم على الظروف وكده. لا، أنت اللي بتختار رد فعلك. اختيار رد الفعل؟ بتختاره بناء على قيمك أنت، بتركز مجهودك على دايرة تأثيرك، الحاجات اللي فعلا تقدر تغير فيها. بس ساعات الظروف بتبقى صعبة قوي، يعني الواحد يحس إنه غصب عنه مش مبادر. طبعا مش سهل دايما، أنا ما قلتش سهل، بس هي دي الفكرة. المبادرة مش تحكم في الظروف، لكن تحكم في استجابتك أنت ليها. دايما في مساحة للاختيار حتى لو صغيرة. فهمت قصدك. العادة التانية، ابدأ والنهاية في ذهنك. دي شكلها بتتكلم عن التخطيط، صح؟ هي مش بس تخطيط بالمعنى التقليدي، دي بتتكلم عن الرؤية. لازم يبقى عندك صورة واضحة جدا انت عايز توصل لإيه في حياتك أو في أي مشروع بتعمله. رؤية واضحة. بالظبط. كوفي بيقول إن أي حاجة بتتخلق مرتين، مرة في الذهن اللي هي الرؤية والتصميم ده، ومرة تانية في الواقع لما تتنفذ. لو ما عندكش الصورة الذهنية دي واضحة هتمشي تخبط. كأن الواحد بيبني بيت ومعهوش رسم هندسي يعني. الله ينور عليك، هي كده بالظبط. وده بيودينا للعادة الثالثة، ابدأ بالأهم قبل المهم، اللي هي الأولويات أولا. دي بقى مرحلة التنفيذ، صح؟ تمام. دي بقى الترجمة العملية للرؤية اللي في العادة التانية. هنا التركيز على إنك تدير نفسك وأولوياتك، مش بس وقتك. كتير مننا بيضيع وقته في حاجات تبان مستعجلة بس هي مش مهمة على المدى الطويل، حاجات طارئة كده وخلاص. العادة دي بتقولك لأ، ركز طاقتك ووقتك على الأنشطة اللي بتحقق رؤيتك وأهدافك الكبيرة، حتى لو مش بتزن عليك في اللحظة دي. يبقى ال3 عادات دول، المبادرة، الرؤية الواضحة، وتحديد الأولويات وتنفيذها، دول الأساس اللي بيبني شخصية قوية ومستقلة، اللي هي مرحلة الاستقلالية. تماماً. ودي بقى الأساس اللي لازم يتبني عشان نقدر ننتقل للمرحلة اللي بعدها، اللي هي التعامل مع الآخرين بفعالية، الانتصار العام أو الاعتماد المتبادل. وهنا تيجي العادة الرابعة، فكر بطريقة الكل رابح أو وين وين. يعني مش لازم حد يكسب وحد يخسر؟ هو ده. دي عقلية اسمها عقلية الوفرة، بتؤمن إن النجاح مش حاجة محدودة ولازم نتخانق عليها. لا، ممكن نلاقي حلول الكل يستفيد ويكسب. بس بصراحة دي محتاجة شجاعة، إنك تقول احتياجاتك بوضوح وفي نفس الوقت تراعي الاحتياجات اللي قدامك. أكيد محتاجة مهارة تواصل عالية قوي، وده يوصلنا للعادة ال5، اسعى أولاً لأن تفهم ثم لأن تفهم. دي يمكن أكتر واحدة الواحد بيشوف عكسها بيحصل حواليه طول الوقت. فعلاً، للأسف أغلبنا بيسمع وهو بيجهز الرد في دماغه، مش عشان يفهم اللي قدامه بجد. العادة دي بتدعو للي بيسموه الاستماع التعاطفي.
استماع تعاطفي؟ يعني تحاول بجد تشوف الموقف من وجهة نظر الشخص التاني، تفهم مشاعره، احتياجاته قبل ما تقول رأيك أو حلولك. زي الدكتور الشاطر كده، لازم يسمع كويس قوي ويفهم قبل ما يشخص ويكتب روشتة. تمام. والعادة السادسة التعاون الخلاق أو السينرجايز، دي بتيجي بعد ما نطبق العادتين اللي فاتوا. هي تعتبر قمة التفاعل بقى. معناها إن النتيجة الجماعية بتبقى أكبر بكتير من مجرد تجميع مجهود كل واحد لوحده. لما الناس بتحترم اختلافات بعض وتشتغل مع بعض بعقلية الكل رابح وفهم متبادل حقيقي، بيطلعوا بحاجة جديدة خالص؟ بالظبط، بيوصلوا لحلول وإبداعات ما كانش حد فيهم يقدر يوصل لها لوحده. يعني 1+1 ممكن فجأة يساوي 5 أو 10، مش مجرد 2. جميل جدا. يبقى العادات من 4 لل6 بتبني على استقلاليتنا عشان نوصل لمرحلة الاعتماد المتبادل دي. فاضل كده العادة ال7 والأخيرة، اشحذ المنشار. ايه دي بقى؟ دي ببساطة عادة التجديد، الاستمرارية. زي الحطاب اللي بيقطع شجر، لو منشاره ما بقاش حامي شغله هيقل وكفاءته هتقل. لازم يقف شوية ويسن المنشار بتاعه. يعني لازم نهتم بنفسنا عشان نقدر نستمر. تماما. ولازم نخصص وقت عشان نجدد طاقتنا في 4 جوانب أساسية في حياتنا. الجانب البدني يعني رياضة، أكل صحي، نوم كفاية. والجانب الروحي زي القيم والتأمل. والعقلي بالقراءة والتعلم. والاجتماعي العاطفي اللي هو علاقاتنا بالناس وخدمتهم. دي العادة اللي بتضمن إن باقي العادات تفضل شغالة وتتطور. هي دي اللي بتخلي المنظومة كلها تشتغل على المدى الطويل. كده الصورة اكتملت فعلا. ال7 عادات دول رحلة متكاملة، بنبدأ بنفسنا وبعدين بننتقل لعلاقاتنا مع الآخرين، والهدف هو أعلى مستوى من الفاعلية لينا وللناس اللي حوالينا. والخلاصة الأهم يمكن إن الفاعلية اللي بجد دي بتيجي من جوه، من بناء الشخصية على مبادئ وقيم ثابتة وتطوير مستمر، مش مجرد حيل أو أساليب سطحية. الموضوع أعمق من كده بكتير. طيب سؤال أخير كده للتفكير، لو كل واحد بص للعادات ال7 دي، يا ترى إيه أكتر عادة لو الشخص ركز عليها دلوقتي ممكن تعمل أكبر فرق في حياته وفعاليته بشكل عام؟ سؤال نسيبه للناس تفكر فيه. وفي النهاية شكراً ليكم على متابعتكم، ولو في أي استفسار سيبوه في الكومنت، وفي انتظار أسئلتكم دايماً.